معاتبات إنستغرامية متتالية بين أجمل ممثلتين بالدراما المصرية يلي هن ياسمين عبد العزيز ومي عمر. بالنسبة إلي ياسمين عبد العزيز ومي عمر من أجمل الممثلات المصريات وأكثرهن ذكاء وأدوارهم كتير كتير حلوة. ياسمين عبد العزيز عاملة مسلسل ونسا اللي كان حرفيا مكسر الدنيا، ومي عمر عاملة الست موناليزا كمان مكسر الدنيا. بديت القصة بيناتهم لما ياسمين عبد العزيز نزلت ترتيب المسلسلات على شاهد مصر، ومسلسل احتل المرتبة الأولى، ومسلسل مي عمر احتل المرتبة الرابعة وباركت فيه للجميع. هون محمد سامي نزل ستوري وشارك فيها مباركة لياسمين عبد العزيز، وحكى انه كان بيتمنى تكون هاي المباركة بواحد رمضان 2 رمضان، يعني ست موناليزا 15 حلقة. لو انه 30 حلقة كانت المباركة تأجلت للعيد مثلا، هيك سأل محمد سامي. رجعت بعدين مي عمر شاركت الستوري تبعت ياسمين وكتبت انه بتتمناها كانت اول تاج لها يكون تعزاية بوالدها يلي توفى من فترة، مو لترتيب المسلسلات. للأمانة بوجهة نظري لو ما بتحبها ما بتعاتبها وبتطلب منها انه تعزيها بوالدها. رجعت ياسمين عبد العزيز نزلت ستوري وكتبت لها الله يرحم والدك يا مي، بس بصراحة استغربت العتاب لأنه أنا وقت اللي كنت بالمشفى ووقت توفى والدي السنة الماضية ما شفت منكم أي تعليق، لا أنتي ولا محمد سامي. إجا حمادة هلال يلي كمان مسلسله موجود بالسلسلة يلي حطتها ياسمين عبد العزيز وكتب شكرا يا ياسمين والحمد لله على نعمة الستر، وهو ماسك كوباية شاي وإنه عم يتفرج عن شو عم بيصير بدون ما يتدخل. برأيي الشخصي إنه الموضوع بعيد كل البعد عن المشكلة، بالعكس هو معاتبات لطيفة والعتاب على قدر المحبة. انتو شو رأيكم؟ يعني لو اجتمعوا الفنانتين مع بعض وحكوا هذا الحديث بيناتهم كانت انحلت القصة بأبسط الأمور. شو رأيكم انتو؟